مرحبا بكم مشاهدي قناة. إليكم الريتنج اليومي لمسلسلات يوم الأربعاء، حيث يعتبر مسلسل المشبوه من أقصر مسلسلات هذا الموسم لأنه توقف عند الحلقة الخامسة، بينما المنافسة ستبقى محصورة بين مسلسلات المؤسس أورهان، حلم أشرف والمشردون، التي يمتلك كل واحد منها مستوى مختلف عن الآخر. فالصدارة معروفة أنها من نصيب مسلسل حلم أشرف، والحلقة الجديدة 26 سجلت فيها نسبة المشاهدة 9.52، ارتفعت جيدا في الفئات الثلاثة ولا سيما في فئة الABC1 التي تخطت فيها 10، وهو أعلى ريتنج يسجله المسلسل في موسمه الثاني منذ بدايته. مسلسل المشردون مستقر بشكل آمن في المركز الثاني، حيث حصلت الحلقة الجديدة 42 على ريتنج 5.65، انخفض بشكل بسيط في فئتين من الحلقة الماضية، والمسلسل في موسمه الثاني لا يشهد أي اختلافات لا من ناحية القفزات ولا حتى الانهيارات. يليه مسلسل المؤسس أورهان في ثالث مركز، فقد حققت الحلقة التاسعة الجديدة نسبة مشاهدة 4.46، حققت ارتفاعا قليلا جاء في جميع الفئات. وفي هذه الحلقة ظهرت لأول مرة الممثلة ألينا بوز بدور زوجة أورهان الثانية، وسنرى لاحقا إن كان انضمامها سيساعد المسلسل في التقدم أم أنه لن يكون لها تأثير عليه. وفي المركز الرابع الأخير يأتي مسلسل المشبوه الذي عرضت حلقته الخامسة والأخيرة، والتي نالت على نسبة مشاهدة 1.62، التراجع مستمر وكبير منذ الحلقة الأولى، وها هو وصل إلى مستوى متدني جدا للأسف، وهذا ما جعله فاقد للنجاح وغير قادر على الاستمرار.